بسم الله الرحمن الرحيم. إني والد الشهيد حارث عبد الحميد علي. استشهد ابني تاريخ 12/9/2006 أثر الفترة اللي مرت بالعراق، فترة الطائفية، وبعد 3 سنوات ونص لقيناه أثرنا عليه مقتول ومدفون في مقبرة كربلاء المقدسة. والشهيد ابني ترك لي ولدين، فاروق مواليد 2003 وعلي 2007. البنية زوجته تركت البيت بعد ما عرفت انه زوجها مستشهد وراحت عند اهلها. تقريبا منتصف 2010 سمعنا انها متزوجة من المدعو رياض عبد العباس، والطفل بقى فاروق عندها وعلي تركت. فاروق عندنا وعلي اخذته وياها هي من اول مره. فعلي هسه صار عمره 6 سنين، قعدته بالمدرسه مسجلته باسم رياض عبد العباس، اسمه بالمدرسه علي رياض عبد العباس. اثرنا على وثيقه من المدرسه صادره باسم علي رياض عبد العباس. فلما فاجئناهم قالوا هذا الموضوع هيك سويناه. أنا رحت للمدرسة بنفسي، رحت للمدرسة وتأكدت من رسميات المدرسة، من سجلات المدرسة بصفحة مسجل باسم علي رياض عبد العباس مسجلين. ولما قلت لهم ليش هذا الشكل، قال هو الرياض. قلت له ليش مسجل هالشكل؟ قال لي هذا الولد مو ابنك، هذا ابني. يا شلون ابنك انت؟ هذا ابننا مواليد 2007 وانت تزوجت امه ورا منتصف 2010. منين اجى ابنك؟ اذا ما راح تصححون الموضوع وتصلحون الغلط مالكم انا راح اقيم عليكم دعوه. وفعلا ما صلحوا وظلوا متمسكين برايهم، وقمت دعوه بمحكمه تحقيق الاعظميه. هذه وثيقه من محكمة تحقيق الأعظمية، هذه صادرة من قاضي التحقيق، وحايلهم وفق المادة 381 تزوير، مزورة ومستندات رسمية. لأن أنا عندي مستندات شهادة الميلاد مالته والأحوال المدنية مالته، جواز سفر، شهادة الجنسية العراقية باسم ابني حارث عبد الحميد. هذه وثيقة صادرة من محكمة تحقيق الأعظمية. دزولهم وهاي وثيقة اللي دزولهم تبليغ يبلغوهم بالحضور